السلام عليكم ورحمة الله متابعينا وطلابنا الأعزاء بهذا الفيديو الجديد. طبعا متابعينا وطلابنا مثل ما تلاحظون كثير من المحافظات أعلنت عن نتائج الاعتراضات بالنسبة للسادس ابتدائي، ونشرناها عبر قناتنا التليجرام، تقدرون تتأكدون وشوفوا نتيجة اعتراضكم انتم نجحتوا أو كانت مطابقة. مثل ما لاحظت تربية المثنى أعلنت وبينت أنه جميع الاعتراضات متطابقة. بالنسبة للكرخ الثانية بينت أنه جميع متطابقة باستثناء أزهار وباستثناء نبأ. 59 بدل 41 و50 بدل 38، واعتبرت روحها انه هي مؤهله. لاحظوا لي طلابنا الاعزاء بالنسبه للسادس اعدادي والثالث متوسط، شوفون شلون اكو بالنسبه للاعتراض يجي يقدم كثير من الفائده. شوفون هنا تربيه كركوك، ايضا هنا ستار محمد عمر يوسف واعتبر مؤهل، يعني كان راسب واصبح مؤهل. وهنا الكثير من الاجراءات اللي لابد ان يعملها طلاب المؤهلين، كل هالتفاصيل نزلناها عبر قناتنا التليجرام، تقدرون الان تشاهدون جميع هذه التفاصيل. ارجو من جميع الطلاب ان يذهبون الان مباشره يوم غد ان اجل ان يقدموا الاعتراض، يروحون للتربيه طبعا، ما يروحون للمدرسه. وبالنسبه للمؤهلين يروحون للتربيه يستلمون وثيقتهم ويكملوها على حسب الاصول باذن الله. كان معكم استاذ حسين القريشي. اي سؤال عندك، اي استفسار، اترك لي في صندوق التعليقات، باذن الله انا راح ارد عليك وارد على كل التعليقات اللي بشأنها تختص بالمجال الدراسي. فشكرا لكم على حسن المشاهده، تقبلوا تحياتي، اخوكم استاذ حسين القريشي، بحفظ الله وامانه، مع السلامه، تحياتي للجميع.